نسبة تقدم جني الزيتون حتى لديسمبر ما فاتتش 35%، وهذا يخلي زيت الزيتون التونسي في خطر فقدان الجودة متاعه. تحب تفهم؟ تبع الرشمة. ما بين 30 و 35% هي نسبة تقدم جني الزيتون، في وقت اللي بلدان كما إسبانيا وإيطاليا وصلوا ل 83% من الصابة متاعهم. برشا فلاحة قصوا على الجني في بعض الجهات، الشيء اللي خلى النسق بطيء استثنائيا، وهذا يمثل تهديد لجودة زيت الزيتون التونسي حسب تصريحات عبد الله الصحراوي رئيس نقابة الزياتين بالساحلين. مع العلم انه سوم البيع من عند الفلاح السنة يقارب 8 دينارات ويوصل للمواطن ما بين 10 و 13 دينار، وهذه أسعار متدنية حسب الصحراوي. فيما يخص أول دفعة تصدرت في أول ديسمبر كانت 31 ألف طن ب 3.18 أورو للكيلو أكاهو. في الأثناء زيت الزيتون الإسباني يتباع ب 4.23 أورو، والتركي ب 4.54 أورو، واللبناني ب 6.27 أورو، والإيطالي وصلوا لأكثر من 7 أوروات، هذا حسب أرقام موقع أوليستا. صادرات تونس من زيت الزيتون في موسم 2024-2025 وصلت لأكثر من 252 ألف طن، في حين أنه في موسم 2023-2024 الكمية كانت 181 ألف طن حسب أرقام المرصد الوطني للفلاحة. معناها فما زيادة ب 71 ألف طن، لكن مداخيل التصدير بقات في حدود 3.3 مليار دينار، وقت اللي وصلت في العام اللي قبله ل 4.8 مليار دينار، معناها تراجع بنسبة 29.5%. نذكروا أنه في أول نوفمبر تم الإفراج بكفالة على عبد العزيز المخلوفي رجل الأعمال في قطاع زيت الزيتون، ونائب الشعب ياسين مامي اعتبر أنها بشارة انفراج لصابة الزيتون والفلاحين. في 19 ديسمبر وزير التجارة سمير عبيد أكد أنه الوزارة عاملة مجهود للبحث على أسواق غير تقليدية باش تروج زيت الزيتون التونسي. زعما تنجم الحكومة تمنع قطاع يمثل واحد من أهم ركائز الاقتصاد التونسي؟